واهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا ببانج وبنعرف انه متجوز وبيحب مراته جدا وانه كمان غني جدا، وبنشوفه هو بيقرا كتاب عن السعادة، وبتدخل مراته بيكون اسمها هيون وبتطلب منه انها تسافر رحلة مع صديقتها جي وبتكون لمدة شهر، وكمان بتطلب منه انه يخلوا باله من كيم بنت صديقتها جي، لكنه بيرفض انه يخلي كيم معاه وبيقول لها انها كبيرة وممكن تعيش لوحدها، فبتقول له انها مش كبيرة، ده عندها 17 سنة، فبتعرفه ان امها خايفة عليها لان هي عندها اخ من ام تانية، وبتعرفه كمان انها الوريثة الوحيدة للثروة بتاعت اخوها، وان اهل اخوها عايزين ياخدوا الثروة لوحدهم، واكيد البنت هتكون في خطر لو عاشت لوحدها الفترة دي، فبيضطر بانج انه يوافق، وبتجهز مراته شنطتها وبتروح المطار وبيودعها وبتسافر. بعدها بيروح لكيم المدرسة علشان ياخدها معاه البيت، فبتركب معاه العربية وبتطلب منه انه يوصل صاحبتها لبيتها، وبيغيروا لبس المدرسة في العربية ومش بيبقى فاهم هما بيعملوا ايه، وبعدها بتطلب كيم منه انها تبات عند صاحبتها وانه ما يقولش لامها، فبيوافق وبياخد المحفظة بتاعتها وبيحط لها فلوس تخليها معاها. ولما بينزلوا من العربية بياخد باله انهم بيركبوا موتوسيكلات مع شباب، لكنه بيكمل في طريقه، لكنه بيحس بحاجة مش طبيعية وبيخرج تليفونه وبنشوف انه حاط لها جهاز تتبع في المحفظة، وبتكون كيم موجودة في صالة تزلج، وبتكون الصالة تبع عصابة بتخطف البنات المراهقين وبتشغلهم في الدعارة، وبتكون في بنت شغالة في المكان بتحاول تقنع كيم انها تشتغل معاهم، فبتتعصب البنت عليها وبتبقى هتضربها، لكن بيوصل بانج وبيوقفها، وبيتدخل الحراس بتوع الصالة وبيحاولوا يضربوا بانج، لكنه بيكون قوي جدا وبيقدر يضربهم كلهم، فبتهجم عليه البنت وبتضربه بسكينة، لكنه مش بيتعور جامد وبيضربها هي كمان. وفي النهار بيكون بانج بيعالج الإصابة بتاعته، وبتدخل عليه كيم تعتذر له عن اللي حصل وبتقول له انها مش هتكذب عليه تاني، فبيقبل اسفها، وبعدها بتطلب منه انه يخرجها، فبيخرجوا ياكلوا ويقضوا وقت لذيذ مع بعض، لكن وهم راجعين بيعدوا من قدام صالة التزلج، وبتكون الحكومة واقفة قدام المكان وبيوقفهم الضابط وبيقول له ان في 5 شباب اتقتلوا في المكان ده امبارح بالليل، وانهم مش عارفين سبب قتلهم ولا حتى مين اللي قتلهم. فبيستغرب بانج وبيسأله انا ايه علاقتي بالموضوع، فبيقول له انه بيحقق مع كل الناس اللي بتعدي في الطريق ده، يمكن يقدر يوصل لحاجة، فبيقول له بانج انا ما عنديش اي معلومة اقدر افيدك بيها، وبيسيبه ويمشي. والصبح بنسمع باب البيت بيخبط وبتفتح كيم، وبيكون اللي بيخبط هو الضابط اللي حقق معاهم امبارح، فبيدخله بانج وبيقعد يتكلم معاه وبيسأله عن الحادثة لو كان يعرف اي معلومة عن اللي حصل، لكنه بيقول له انا ما عنديش اي حاجة اقولها. فبيفرجوا على فيديو ليه وهو بيعدي من قدام المكان في يوم الحادثة، وكمان فيديو البنت راكبة ورا شاب موتوسيكل ودخلت المكان، وبتكون البنت دي هي كيم، لكن بانج بيقول له ان كيم طول الوقت موجودة معاه، واكيد اللي في الفيديو حد شبهها، وبيقول له ان الفيديو مش موضح اي ملامح، ازاي عرفت انها كيم، وبيعرفه انها كيم بنت صديقة مراته. فبيطلب منه الضابط انه يحقق مع كيم، لكنه بيمنعه وبيطلب منه وثيقة رسمية مكتوب فيها اسم كيم علشان يسمح له يحقق معاها. فبيتضايق الضابط وبيخرج من البيت، وبيطلب منه بانج انه ما يجيش البيت تاني من غير وثيقة رسمية، وبيطلع بانج علشان يعرف من كيم اللي حصل، لكن بيقطعهم تليفون كيم وبيكون في رقم غريب بيتصل، فبيرد بانج وبنعرف انها البنت اللي شغالة مع العصابة، وبتقول له ان الشباب اتقتلوا بالسكينة اللي هي ضربته بيها، وبتعرفه انه لما خرجها من بطنه ساب بصماته عليها، وبكده يبقى هو اللي قتلهم، وبتعرفه انها سرقت محفظة كيم، وبتقول له لو عايز ياخد السكينة اللي تعتبر دليل ادانته لازم تقابله النهارده بره المدينة. فبيوافق بانج وبيدي الكيم سويرة وبيقول لها ما تشيليهاش من ايدك مهما حصل، وبيطلب منها انها ما تخرجش من البيت لحد ما يرجع، وبيروح للمكان اللي موجودة فيه محفظة كيم، وبتكون البنت موجودة مع رئيس العصابة، ولما بيدخل بيستغربوا هو عرف مكانهم ازاي، وبيهجم عليه الحارس علشان يضربه، لكن بانج بيقدر يضربه، وبيطلب بانج من البنت انها تديله السكينة، لكن رئيس العصابة بيقول له انهم خطفوا كيم بعد ما هو خرج من البيت، ولو فكر يعمل اي حاجة هيقتلوها، لكنه بيفضل يضرب الحارس لحد ما بيقرب يقتله، وبيديله زعيم العصابة السكينة، وبعدها بيهدده بالمسدس وبيضرب عليه نار، لكنه بيقدر يهرب وبيشيل السكينة، لكن فجأة النور بيتفصل وبيظهر واحد وبيضرب على بانج سكينة، لكنه بيقدر يتفاداها، وبتحصل بينهم معركة وبيكون مقاتل قوي جدا، لكن بانج بيقدر يضربه وبيهرب من المكان. ولما بيوصل للبيت بيلاحظ ان الكاميرا اللي قدام البيت مكسورة، وبيكون في اثار تكسير جوه البيت، وبيعرف ان كيم اتخطفت، وبيمشي ورا جهاز التتبع لحد ما بيوصل لشقة فيها بنات بس كيم مش موجودة وسطهم، وبيلاقي البنت اللي خطفتها بتحاول تهرب، لكنه بيجري وراها وبيمسكها، وبيعرف منها انهم عرفوا ان الاسورة بتاعت كيم فيها جهاز تتبع، وانهم خدوها منها ونقلوها مكان تاني، لكنه بيضربها لحد ما بتعترف ودوا كيم فين، وبتقول له على اسم الفندق اللي هي فيه، فبينزل بسرعة علشان يوصل لها، وبيوصل ضابط الشرطة وبيشوف البنت وهي قربت تموت،
بتموت وبيحاول ينقذها. وبيكون بانج عرف يوصل للفندق، واول ما بيدخل بيكون في حراس كتير، لكن بانج بيقتلهم بطريقه وحشه. ولما بيوصل باقي العصابه بينصدموا من منظرهم وبيحاولوا يضربوا بانج، لكنه بيقتلهم كلهم. وبيطلع الدور التاني وبيقتل كل اللي موجودين، لكن بياخد باله من 3 بيحاولوا يهربوا، لكنه بيثبتهم وبيسالهم عن مكان كيم، وكل ما واحد يقول معرفش بيقتله من غير تفاهم. وبيوصل للمقاتل اللي بانج دربه قبل كده وبيعرفه مكان كيم، وبيقول له للاسف مش هتقدر توصل لها لاني هقتلك حالا. وبيفضلوا يضربوا بعض لحد ما بيقدر بانج يربطه بحبل متعلق في السقف، وبيرمي نفسه من الشباك وبيتسحب ويتخبط في السقف وبيفقد الوعي. وبيحاول يوصل، لكن الضابط بيوصل وبيوقفه وبيقول له ان هو المتهم في قضيه القتل، لكن بانج بيقول له انت فاهم غلط، انا كده شاهد مش متهم وهقدر اطلع براءه. وبيعرفه ان هو المتهم في قضيه القتل وجه علشان يقبض عليه لانه ساب بنت بتموت بدل ما يطلب الاسعاف. فبيقول له باين انك بتفهم قانون، وبيحاول يقبض عليه لكنه بياخد المسدس وبيربطه بالكلبشات وبياخد العربيه ويتحرك بسرعه علشان ينقذوا كيم. وبيوصل للمينا وبيشوف كيم وهي موجوده في عربيه مع العصابه، فبيدخل فيهم بالعربيه بتاعته وبيقتل كل اللي موجودين وبياخد كيم علشان يمشي، لكن واحد من العصابه بيخبطه بالعربيه لكنه مش بيتعور، فبيرجع وبيحاول يقتله لكنه بيقدر يهرب. ولما خرج من العربيه سالوا على رئيس العصابه لكنه رفض يتكلم، فقتلوا بانج من غير ما يفكر. وبياخد منه التليفون وبيكلم اخر رقم كلمه، وبيطلع انه الضابط اللي معاه، وبيفهم ان الضابط متعاون معاهم وبيطلب منه انه يخرجه من القضيه والا هيعترف عليه. فبيوافق الضابط وبتوصل الاسعاف وبتوصل كيم وبانج للمستشفى، وبنشوف ان كيم تعبانه جدا. وبيجي الضابط علشان يزور بانج وبيساله عن السبب اللي خلاه ياخده معاه للمينا وازاي عرف انه مع العصابه، فبيقول له من رقم التليفون. وكمان لما بانج وقع على العربيه بتاعه الضابط لقى فيها جثه البنت اللي ضربها جوه الشنطه، وعرف انه كان بيحاول يخفي جثتها علشان العصابه ما تتورطش في القضيه. واتفق بانج معاه انه يوصله لزعيم العصابه وفي المقابل هيديله كل الفلوس اللي هو عاوزها، فبيوافق وبيتفقوا يتعاونوا مع بعض. وتاني يوم بيروح بانج لمحل اسلحه بتاع صديقه وبيطلب منه مسدس وكاتم صوت وقناصه، فبيستغرب منه وبيقول له انت مش بطلت. وبنعرف ان بانج كان قاتل محترف لكنه بطل قتل لما اتجوز. وبعدها بيكلموا الضابط وبيعرفوا ان الموضوع ليه علاقه بالمافيا الروسيه، وان العصابه بتبيع البنات لسمسار وبعدها السمسار بيبيع البنات للمافيا الروسيه وبيبعت له بيانات السمسار. وبيوصل عنده البيت وبيقتل كل الحراس وبيضرب عليه نار وبيهدده انه هيقتله لو ما اعترفش على شغله، وكمان بيساله اشمعنى كيم، فبيعترف له على كل حاجه وعرف ان اللي بياخد البنات قاضي كبير قوي وهو اللي بيتعامل مع المافيا، فبيقتله بانج. وبيروح المستشفى وبيطمن على كيم وبياخد الاسلحه من صديقه بيجربها، وبعدها الضابط بيكلمه وبيعرفه ان جي مش ام كيم وانها مرات ابوها وبتحاول تاخد كل ثروتها، وهي اللي طلبت من العصابه انها تقتلها لما تسافر علشان ما يكونش في اي دليل ضدها. وبيعرفوا كمان ان القاضي يبقى اخو جي وانه شريكها، فبيقرر يقتل القاضي وجي. وبيروح البيت عند القاضي وبيقتل كل الحراس من بعيد، وبعدها بيدخل البيت وبيقتل باقي الحراس. وبيظهر المقاتل اللي بانج حاول يقتله، وبيكون في شخص عايز يقتل بانج لكن الضابط بينقذه. وبيهدد الضابط بانج وبيدخله على القاضي وبيطلب من الضابط يقتله، فبياخده بره القصر علشان يبان انه انتحر، لكن بانج بيقدر يضربه وبياخد منه السلاح وبيضرب باقي العصابه. وبيرفع المسدس على الضابط علشان يقتله لكنه بيقول له انه كان بيحاول يساعده، لكن بانج بيقتله. وبيظهر الحارس الخاص وبيحاول يقتله لكن بانج بيتصدى ليه وبيقتله. وبيدخل للقاضي وبيهدده انه هيقتله، لكن القاضي بيقول له ان جي هي السبب، فبيطلع السلاح وبيقتله. وبعدها بتكون مرات بانج وصلت من السفر وقاعده مع صديقتها في مطعم، وبتخرج للعربيه علشان تكلم اخوها، لكن بانج هو اللي بيرد عليها وبيكون قاعد معاها في العربيه وبيقول لها انه عارف كل حاجه عنها، وبيسالها اشمعنى اختارت مراته، فبتقول له علشان هي عرفت ان جوزها غني جدا، فبيقتلها هي كمان. وبيقعد مع مراته كيم على الشاطئ وبيقرر انه هيبعد عن كل المشاكل وبيكمل حياته مع كيم ومراته. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنساش تزورنا في القناه، هتلاقي ملخصات كتير للافلام هتعجبك، وما تنساش تشترك في القناه، ولو في اي فيلم عايزنا نلخصه اكتبه في التعليقات. ومع السلامه.